برغم التقدم ليه جيل التسعينات وما قبله بيحنوا لرمضان زمان وبيعشقوا الفترة دي رغم قلة الإمكانيات وقتها ورغم تقدم تمام. الوقت الحالي. الناس بتعشق رمضان بتاع زمان مش دلوقتي، لأنه مختلف في كل حاجة. مختلف في تفاصيله، مختلف في فرحته، مختلف في السعادة اللي كنا بنحسها. دلوقتي احنا ما بقيناش نحس بفرحة زمان، ما بقيناش نحس بزهوة رمضان بتاع زمان. ده تأثير السوشيال ميديا. السوشيال ميديا والتليفونات خلتنا مش مركزين اصلا في رمضان، مش مركزين في جماله، مش مركزين مع بعض. كل واحد ماسك الشاشة اللي قدامه عمال طول اليوم يفر فيها، فطبيعي مش هتحسسه بسعادة، مش هتعيشه اللي كنا بنعيشه زمان. طيب، رسالة حضرتك للجيل الحالي والأجيال اللي بعده. احنا كانت حياتنا جميلة وكانت حياتنا بسيطة. احنا لما دخلت السوشيال ميديا حياتنا ودخلت بيوتنا، خربت كل حاجة جميلة في حياتنا، خلتنا ما بقيناش نحس بطعم الدنيا ولا بجمال اي حاجة كنا بنحسها زمان. دلوقتي فعلا السوشيال ميديا والتليفونات أثرت علينا كتير جدا، وحصل تغيير جذري لدرجة ان احنا ما بقيناش نحس بأي طعم زي زمان. شكرا لحضرتك جدا أستاذة سارة، انتظرونا الحلقة الجاية وموضوع جديد. كنت معاكم محمود رشاد، حفظكم الله من كل شر. السلام عليكم.